السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سويت اليوم مكرونة البيتزا، تجمع ما بين البيتزا والمكرونة، مرة لذيذة. أول شي هنا عندي قدر حطيت عليه مكرونة، وحطيت تقريبا 3/4 الكاسة موية وأسلقها مدة 10 دقايق. جبت هنا طاو وحطيت عليه شوية زيت زيتون، وأنزل الدجاج، قطع الدجاج، وأخليها شويتين تشوحون. أنزل على الدجاج مكعب ماجي مذوب بكاسة موية، حرك مع بعض حتى يتسبك. بعدين أنزل عليه المكرونة المسلوقة اللي سلقتها، وأحط كمان نص كاسة من كريمة الطبخ، وكمان أضفت كمان عندي هنا ملعقتين من الجبن السايل، وكمان رشة من البهارات مشكلة، وأحرك مع بعض. أخليه شويتين كذا ينغلون مع بعض، وبعدها أحط هنا الفلفل الرومي، وكمان الطماطم كمان مقطع، وأضيف كمان زيتون شرايح، وكمان أحط هنا جبن موزاريلا. طبعا أحب أكثر جبن موزاريلا، تقدرون كمان تحطون جبن تشيدر معاها، بس أنا اكتفيت بالجبن الموزاريلا. وأخليها شويتين تنغلي حتى تذوب الجبنة، وكذا بعد ما ذابت الجبنة مرة لذيذة سهلة وبالعافية علينا وعليكم.